وده كان شكل الطبق اللي احنا طلبناه، عباره عن 30 بيسز كده. بس انا مش عارف ابدا بايه، هل ابدا بالمقلي ولا الني؟ انا مش عارف. وحرفيا كان في انواع كتير. بعدها نزلنا كده بصوص الترياكي والمشابك اللي هنمسك بيها. بعدها قلت اديها خاصيه كده ولا كاني بزغط بط، وقلت نبتدي باول واحده وهي المقليه وننزلها كده في صوص الترياكي. طبعا على كلام يوسف بيقول ده اسمه سبايسي ليمون رول. ايه بسم الله طهمه جتاي. اول ما ابتديت كده حسيت الموضوع كان صعب بالنسبه لي شويه. حاسس ان انا باكل رز مقلي. دخلنا على البتاع الحمرا دي اللي هي تقريبا زي الليفت او بتاع، بس انا بالنسبه لي لما باكلها بحس ان انا باكل مناديل حمام مبلوله، ما اعرفش ازاي بتحس انها بتعمل كهرباء في الجسم. وتعالى نشوف راي احمد في السوشي. بينقط حطيت لي شطه. شطه ايه؟ شطه ايه ده؟ صوص ترياك. بص اهي اهبل. عسل اسود. كلها لك شطه. ده عبيط ما يعرفش يعني ايه ترياك. في حته كده كلتها عامله زي الجبنه المثلثات. فيلادلفيا، اسمها فيلادلفيا. ابو يوسف انا مزهقه النهارده دي ثالث مره اطلب منه ميه. انا مش عاجبني اي حاجه في الليله دي غير صوص الترياكي، هو كان احسن حاجه في الليله دي كلها ما شاء الله. وبعدها نسلك المسالك كده يا باشا عشان نكمل